تعالَ أقول لك إزاي تخلّي الواتساب بتاعك عبارة عن مكنة فلوس، حرفيًا مكنة فلوس. أنت دلوقتي محتاج إيه عشان خاطر تخلّي العميل يشتري؟ الله ينور عليك، تقعد تتابعه، تقعد تزن عليه، تقعد تبعت له عروض للشركة. أنا دلوقتي ما عنديش موظفين إن هم يعملوا كل الكلام ده، تعالَ أقول لك بقى على طريقة مجانية بنسبة 100% بحيث إن أنت تقعد تتابع وتزن على العملا من غير ما تدفع ولا جنيه، ويالّا بينا نبدأ يا أهلا بيكم من جديد، معاكم مروان خليل من N10 بالعربي. النهارده بإذن ربنا هنتكلم بقى على أداة مجانية اسمها Evolution API، واتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، هيظهر لك ناحية اليمين أو ناحية الشمال. تقدر أنت تخش على الفيديو وتتفرج عليه وتعمل مكنة فلوس. طيب الأداة دي اسمها إيه؟ اسمها Evolution API. بتعمل إيه الآلة دي؟ باربط الواتساب بتاعي، مش الواتساب API اللي هو بيدفعني فلوس، لأ الواتساب بتاعي، وباقدر إن أنا أشوف الرسايل مثلًا اللي بتتبعت على الواتساب وتروح تتبعت لNDN، NDN يرد عليها ويروح يبعت لي رسالة عن طريق الواتساب. طب تعالَ نشوف الكلام ده بيتم إزاي. طيب أنا أول حاجة عندي هنا أهوّة Evolution API. زي ما شُفتوا الفيديو اللي فات، باروح أعمل scan للQR code عن طريق ما بادوس get QR code وباعمل scan. تمام، وكده أنا ربطت الواتساب بالapplication. طب بعد كده إيه اللي بيحصل يا إبراهيم؟ ده واتساب حقيقي أنا رابطه، وهنروح هنا أهوّة على event، هاروح أدوس على webhook وأبدأ إن أنا أروح على NDN. خلّيني أمسح كل الكلام ده. تمام، وأدوس على كلمة إيه، webhook. أوكي. وهابدأ إن أنا آخُد الكلام ده copy وأبدأ أروح أحُطّه هنا أهوّة. طيب هاحتاج إن أنا أعمل الweb hook ده enable، وهاروح إن أنا أختار الاختيار ده اللي هو لمّا الرسالة تتبعت يبعت لي، تمام، الdata للweb hook، وبادوس بس كلمة إيه، كلمة save. طب تعالَ نشوف الكلام ده. أنا دلوقتي هاخش على الواتساب بتاعي، ده الواتساب بتاعي، هابدأ إن أنا أبعت كلمة hi، بس لازم طبعًا إن أنا أشغّل الإيه، الwork flow. طب أنا دلوقتي هادوس كده كليكين. طيب قبل ما ندوس على listen أنا لازم أروح أحدد دي post، ماشي، خلّي بالكم من الحتّة دي، ودي immediately خلاص. وكل حاجة زي ما هي، دوس على كلمة listen واكتب كلمة هاي. أنا هابعت رسالة أهو على الواتساب، أشوفها هتسمّع والّا لأ. سمّعت أهي، ماشي، دي البيانات اللي اتبعتت من السيرفر، يعني ده السيرفر، ماشي، خَد الرسايل اللي اتبعتت على الواتساب بتاعي وراح إيه، سمّعها على طول في إيه، في NTN أهو، خلاص. أنا بقى هاروح أعمل إيه بقى، أسكت؟ قال لي لأ. هنا evolution manager عاملين MCP، يعني أنا لو كتبت إن هوّة evolution API MCP، حلو. يعني إيه MCP؟ يعني عبارة عن node هم عاملينها، يعني هي مش متوفرة في NTN، بس هم عاملين الإيه، الnode دي، خلاص. أنا لو دخلت أهي على أول link، هو هنا شارح لي الMCP المفروض أنا أعمل إيه وكل الكلام ده، بس أنا مش عايز كل الكلام ده، أنا بس محتاج إن أنا أخش على الMCP. هاروح على الlink اللي قدامك ده، ماشي، هاخد ده بس كده copy. جميل. طبعًا أسيّف بس كده، ده إيه، ده عبارة عن evolution API، وأدوس على كلمة إيه، save اللي قدامك دي، وهادوس على ال3 نُقط setting. حلو، حلو، community note، وهابدأ إن أنا أدوس على كلمة install، وأقوم رايح حاطط الإيه، الكلام اللي خدته copy، وأقول له إيه، أنا فاهم، ماشي، وأقول له إيه install. تمام، المفروض تظهر معاك بالمنظر ده. لو رجعت تاني على الautomation بتاعك ورُحت دوست على الكلمة دي اللي هي علامة الزائد دي، وكتبت evolution API، ماشي، المفروض يظهر لك الأداة دي بالمنظر ده. لو ما ظهرتش اعمل refresh. طبعًا عشان هم برتغاليين، ماشي، فهتلاقي الحاجات بالبرتغالي، فما أحلى جوجل ترانسليت، بس أنا كده يعني فهمت شوية. يعني دي تكستو، تبعت تكستو تكستو إيمي إيمي إيه؟ image، image تبعت image، ماشي، هي آخرها ميم، فيديو، أوديو، دوكيومنتو، كونتاكتو، كذا. أمال إيه، ده كل ده بالإيه، بالبرتغالي. أنا بالنسبة لي أنا عايز أبعت إيه، تكستو، ماشي، أبعت
ابعت ايه تكست. طب ابعت تكست ازاي؟ هنا انا هضطر ان انا احط ايه كريدنشال. طب الكريدنشال ده بتاع مين؟ برافو، بتاع الابلكيشن. هدوس على كرييت كريدنشال. هنا هيطلب مني السيرفر يو ار ال اللي هو اللي فوق ده. بص شايف اللينك ده؟ هو ده السيرفر يو ار ال. حط نار. هيطلب مني اي بي اي كي. طب انا هجيب الاي بي اي كي ده منين؟ تمام. هل هو نفس الاي بي اي كي اللي انا جبته من شويه؟ تمام. هتروح ان انت تحط الاي بي اي كي بتاعك، تمام، اللي انت جبته. حتى لو وقفت على علامه الاستفهام دي، تمام، هيقول لك هو نفس الجلوبال اي بي اي، يعني نفس الاي بي اي اللي انت هتجيبه من الفيديو اللي فات. خلي بالك من النقطه دي. تمام. يعني انت هتخش وتجيبه من الفيديو، احتفظ بيه بقى. طيب بعد كده هتدوس سيف، هيربط معاك. خلاص. خليني اعمل ايه، اجيب الخطوه اللي قبلها، او اقفل كده، اربطها بالويب هوك. ماشي. خلينا اعمل تاني، ادوس كده واعمل هاي. ماشي. خلينا شغل ده بقى. هنا بقى هنحتاج ان احنا نحط حاجه اسمها الانستنس ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاسم اللي انت بتدخله اول مره. يعني لو دخلت هنا على evolution اي بي اي ودوست انستنس، بحط هنا اسم. ماشي. هو ده اسم الانستنس، فهنا اسم الانستنس بتاعي 012. حلو. وهنا الرقم العميل. ماشي. رقم العميل مثلا بيبقى حاجه بعد الكي، حاجة اسمها كي اهي ريموت. هو ده رقم العميل. تمام. بعد الكي اللي هو @whatsapp.net ده، خلاص ده رقم العميل. الرسالة. ماشي. هنا طبعا ممكن الرسالة تبقى عبارة عن ال AI agent. هنا هدوس على كلمة هاي. تعالوا كده نجرب وندوس execute. هل هيبعت لي ان هو كلمة هاي؟ بعت لي اهو كلمة هاي، كتر خيره اهو. ماشي. يبقى كده اشتغل. حلو. انا بقى ممكن، خد بقى الكبيرة، ممكن ان انا ابدا ان انا ايه اربطه ب AI agent. حلو. وافهمه بقى انت بتعمل ايه، واربطه بشات موديل. ماشي. بحيث ان لما حد يبعت لي رسالة، الويب هوك ياخدها، يبعتها للاي اي ايجنت يفهمها، الذكاء الاصطناعي يرد عليها، ويبعت رسالة عن طريق الاي بي اي. طب تعالى نجرب كده. تعالى نشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لا. خليني اقول له define below، واروح اجيب الرسالة اللي هي بتقول ايه، هاي. ماشي. وهنا هاقول له الoption أنت system message، أنت helpful agent أو assistance أيًا كان. حلو. خلّيني بقى إيه أدوس إيه execute workflow. خلّيني أكتب hi، شوف هيشتغل والّا لأ. هو هنا ما بعتش عشان أنا عملت غلطة. المفروض إيه أروح آخد الoutput هنا أهوّة، وأروح حاطّه هنا أهوّة بدل كلمة hi دي. آه. وفي مشكلة برضه في الإيه الremote ID اللي هو رقم العميل. خلّونا بقى نجرّب كده. أنا دلوقتي هاكتب له كلمة هاي، نشوف هيشتغل والّا لأ. رَد أهو فعلًا. إزاي أقدر أساعدك؟ طبعًا هاروح بقى أكتب له هنا أهوّة في الAI agent تحت بقى. تمام. أنت عبارة عن إيه، وإيه المنتجات بتاعتي، وترد إزاي، وهكذا. عايز أقول لك إن أنت تقدر إن أنت تبعت رسالة voice. ليه؟ لإن هنا أنت تقدر تختار الModule اللي أنت عايز تبعته. يعني هنا text. ماشي. كلام، صورة، فيديو، أوديو. يعني أنت ممكن تختار أوديو وتروح تخلّي الذكاء الاصطناعي يبعت للعميل بتاعك voice. أنت متخيّل؟ طب أقول لك بقى على التقيلة، خُد التقيلة بقى. التقيلة إيه، بيقول لك إن هو يقدر يرُد على الكود. يعني لو حد رَن يقدر يرُد ويكلّمه. أنت عايز حاجة أكتر من كده؟ يعني الweb hook يروح ياخد الcall ويسمعها ويرُد عليه. ماشي. طبعًا إحنا في فيديوهات تانية كتيرة هنتكلّم على موضوع الcall ده. تمام. وموضوع إن أنت تبعت voice إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. وما تنساش إن أنت تاخد الخصم بتاع ال70% على كورس الأتمتة. كان معاكم مروان خليل من NTN بالعربي. سلام.